أعطي الكلمة الآن لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فليتفضل فخامته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السادة والسيدات، أود بداية أن أعبر عن عميق امتناني للدعوة الكريمة التي تلقيتها من أخوي العزيزين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر. إن هذه المبادرة التي أطلقها سنة 2021 صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وريادتها للجهود الدولية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع، كما تترجم حرصها على المقاربة الجماعية في مواجهة تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة. ولا شك أن الإجراءات المتخذة تحت مظلة هذه المبادرة علاوة على ما تسهم به من تأثير إيجابي على البيئة ستشكل دعماً قوياً لجهود القارة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الجهود التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هذا الصدد، والتي تترجمها مساهمتنا الوطنية المحددة والمراجعة التي عرضت خلال قمة غلاسكو. وإننا إذ نؤكد دعمنا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وللرؤية الاستشرافية الثاقبة التي توجهها لنرجو لها ولمطلقها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.